السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا عايز اخد رايكم في حاجه ان شاء الله، ودي هتبقى معتمد عليها الفيديوهات الجايه باذن الله. فكرنا يعني كده نعمل حركه جميله ولذيذه كده ان شاء الله، ان احنا نسال اسئله للناس عامه. لو انت حابب نسالها للعرب فهنسالها للعرب، لو انت حابب ان احنا نسالها للاجانب فهنسالها للاجانب، ولكن حضراتكم اللي المفروض هتقرروا ده مش انا، لان في الاول وفي الاخر انتوا اللي عايزين تشوفوا الحاجه دي انا بعملها لكم انتوا. نصايح ونولج وادفايس دي على عيني وراسي واقولها لكم من غير ما تسالوا فيها، ولكن لو في حاجه انا حابب اوريها لكم هنا او انتوا حابين انتوا تعرفوها فانا مش هينفع اختارها، انتوا اللي المفروض تختاروها. فالموضوع كالاتي، انا عندي سؤال مهم جدا حابب ان انا اساله لاي بني ادم، يعني اللي هو هل انت سعيد في امريكا ولا لا، او هل انت سعيده في امريكا ولا لا؟ تمام؟ او بالتحديد يعني في المنطقه اللي احنا فيها في نيويورك يعني، فهنسال السؤال ده لو عرب مثلا او لاجانب عادي. في الناحيتين مش هيفرق، يعني الاجابه هتبقى واضحه والسؤال هيبقى قصير، فمش هيبقى فيه لخبطه كتير بالنسبه للي بيسمع ولا اللي بيسمع ولا بالنسبه للي بيتكلم يعني. فده اول سؤال. الباقي بقى والدور عليكم ان شاء الله، انتوا تقولوا لي عايزين ايه نوع الاسئله اللي حابين تسالوها. انا عارف ان في منكم كتير جدا بيبقى عن نفسه يسال اسئله للناس مثلا وبيتكسف، بيحرج، ما بيحبش، على اي سبب اللي كان اللي انت ما خلاكش تروح تسال السؤال ده. فانت ممكن تساله في الكومنتس تحت ان شاء الله، وانا هنقي كام سؤال من الاسئله اللي انتوا سالتوها دي، وان شاء الله ننزل نسالها للناس باذن الله. لو انتوا حابين المكان بعينه ننزل نسال فيه، يعني مثلا في واحد يقول لي انزل يا جاكسون على، احنا عارفين ان كوينز حته فيها استوريا فيها عرب، انزل اسال العرب هناك. او واحد تاني يقول لي مثلا والله يا جاكسون احنا عارفين ان في البيرج في منطقه عرب كلها، او هي منطقه عرب، ممكن تنزل تسال لنا هناك. فانتوا نقوا المكان واكتب السؤال بتاعك، يعني انت دلوقتي كده معايا فكر في سؤال نفسك تساله لحد مثلا عايش هنا، وتخصصوا برضو نوع الناس. يعني مثلا في واحد يقول لي يا جاكسون ممكن تروح للناس اللي شغالين على التشيكن اوفر رايز اللي هم بيبيعوا اكل في الشارع وتسالهم حياتهم عامله ازاي. طبعا في ناس ممكن تقبل انها تصور وفي ناس لا، ولكن على قد ما نقدر احنا ان شاء الله هنتكلم مع ناس يعني. فانت حدد اللي انت عايز تساله السؤال ده، ولو راندوم بيبول يعني فاحنا هنسال، او راندوم بيبول يعني فاحنا هننزل نسال ان شاء الله اي حد في الشارع في المنطقه دي. فواحده واحده بقى معايا، احسن الاسئله ان شاء الله اللي هتتكتب هي دي اللي هتتجمع. ولو في اسئله مكرره هي برضه هتبقى واحده منهم، لان بدل السؤال مكرر يبقى معناه ان الناس عايزه تعرف عنها، فسؤال متكرر كتير ممكن ناخده. سؤال من الاسئله الكويسه او اللي انا ممكن تتسال، يعني هي ما بقاش فيها احراج، من مش احراج يعني من شخص لشخص، لا احراج في الاجابه، يعني ما ينفعش اسئله خاصه شويه او اسئله يعني زي ما بنقول كده ايه، ما ترتقاش في انها تتقال، يعني ممكن يبقى فيها حياء، يعني فاهم قصدي؟ فاسال السؤال بتاعك وان شاء الله احسن الاسئله هناخدها وهنعمل بيها الفيديو باذن الله. فالفيديو ده هيبقى جميل جدا، فلو حابين ان انتوا يعني لو في عشان تستنى السؤال بتاعك يعني فاهم، فاسال السؤال بتاعك وانا ان شاء الله نجمع الاسئله الكويسه والحلوه اللي ممكن تسال وننزل نسالها للناس. حدد المكان، ولو عايز تعرف ناس بعينها يعني تسال، مثلا في واحد يقول لك اليمن اسال مش عارف مين، اسال مش عارف مين، يعني لو انتوا عايزين تخصصوا برضو قول الكلام ده ان شاء الله اقوله لكم يعني واوريه لكم باذن الله. ده الفيديو اللي المفروض هناخد منه الاسئله اللي هنعمل بيها الفيديو ان شاء الله بتاع الاسئله عن امريكا او بنيويورك يعني، او راي الناس فيها ان شاء الله. الفيديو هيكون جميل واعتقد ان في ناس ارائها كتير جدا تبقى مختلفه، انا انترستد يعني، فلو انت مش انترستد فان شاء الله الفيديو هيخليك انترستد في يوم من الايام. بس فكر، ادينا سؤال حلو، ولو عندك اي سؤال معلش اتعب شويه ودور عليه في الفيديوهات اللي فاتت، غالبا هتلاقيه اجابته. لو ما لقيتش اجابته فتعرف ان انا هنزله فيديو قريب ان شاء الله. معلومه اخيره، الناس اللي على الجروب يا جماعه، احنا عندنا جروب على الواتساب، ف الناس كتير جدا بسم الله ما شاء الله، وانا بجاوب كل يوم. فلو انت مفكر ان انا ما بجاوبش، لا انا بجاوب، بس انت لسه اجابتي ما جاتلكش، او انا ما وصلتش للرساله بتاعتك، فسامحوني يا جماعه. الناس انا عامل الجروب فيه مثلا بتتكلم في حوالي 260 شخص، ال 260 شخص دول بيتكلموا على الجروب وبيبعتوا لي برايفت، فانت متخيل بقى طبعا دول اللي على الجروب، تخيل بقى الناس اللي مثلا على اليوتيوب او الناس اللي على الانستجرام او الناس اللي على الفيسبوك، او اسئله من كل حته، ده غير صحابك اصلا تعرفهم بيكلموك وعشمهم فيك. ففي كلام كتير جدا يا جماعه غصب عنك انت بتحاول
يعني ايه تمشي الدنيا بطريقه سليمه، فاهم؟ على قد ما بقدر والله انا بجاوب، فما تزعلوش مني لو انا حاسين ان انا متاخر عليك، وما تلومنيش اللي هو يا عم رد علينا بقى بكفايه تكبر، رد يا عم رد علينا انت مش عارف ايه يعني. لا والله انا برد بس على غيرك، ويمكن انا لسه ما وصلتلكش عشان الرسائل كتيره، فما تظلمنيش معاك، واعرف ان انا في وسط كل ده، في وسط كل اللي بقوله لك ده، المفروض عندي حياه المفروض اعيشها، ومفروض عندي شغل المفروض اشتغله عشان اعرف ادفع ايجاري. ويعني اللي عايش في امريكا اكتر ناس تقول لك الكلام ده، الناس اللي جت من الجروب بسم الله ما شاء الله يعني كتير، وما بقوش بيتكلموا خالص على الجروب لان حياتهم خلاص جم هنا شغل بقى وسكن، وعندهم حاجات عايزين يخلصوها وحاجات عايزين يخلصوها. فالسفر مش سهل انك تبقى عندك وقت تعمل الفيديوهات وفي نفس الوقت تشتغل الكلام ده. اوكي لما الفيديو ده يكون هو ده دخلي فانا بقدر ان انا يبقى هو ده شغلي، انا بنزل اعمل لكم ده عشان انا هعرف من ده ادفع ايجاري وتستفيدوا وتتبسطوا بالفيديو، ولكن ده مش حقيقي. احنا كل ده بنعمله ما هي الا نولج وادفايس ليك، او معرفه ونصيحه مني ليكم عشان تعرفوا عن البلد اكتر وربنا يكرمكم فيها. فلو ما شفتش الفيديو اللي فات بقى على طول قبل ده شوفوا، لان انا كنت بتكلم بالتحديد على النقطه دي. الناس اللي بتعمل فيديوهات عن الهجره في ناس تلومهم بطريقه ما، خش اسمع الطريقه دي وليه ما سمعناهاش، او ايام ما كانش حد بيتكلم عن الحقيقه في امريكا. فاشوفكم على خير باذن الله، ويا رب يكون فيديو خفيف. وما تنساش تكتب الكومنتس بتاع السؤال اللي هنساله للناس ان شاء الله. فكر في حاجه حلوه كده وادينا حاجه كده فيها زيتونه. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معلش، لو عايز تخش على الجروب بتاع الواتساب ده خش على الانستجرام عندي، وهتلاقي كلمه اشتراك او سبسكرايب، دوس عليها وممكن تخش على الجروب ان شاء الله. انا عارف ان احنا في اول الشهر دايما في اول الشهر اللي بيخش بيبقى ما بيخش على طول، يعني تستنى مثلا حوالي 4 ايام ولا حاجه عشان الناس اللي طالعه والناس اللي داخله وحوارات كده يعني. مش انا اللي بعمل ده، مش انا اللي بديرها يعني، بس اللي بيعملها غصب عنه انه ياخد وقت. فمعلش سامحونا، ويا رب تكونوا في احسن حال. والنهارده ده 4 اوف جولاي، عيد الاستقلال الامريكي، الاندبندنت داي بالنسبه لامريكا. فكل سنه واهلنا الامريكان بخير. وعيد ده يعني ممكن تخش تقرا عنه، ولكن اجواء العيد في اليوم ده ما هي الا صواريخ، بومب وصواريخ اليوم كله طول الليل. ف ان شاء الله لو فينا حيل ممكن اصور لكم شويه حاجات كده عن اليوم ده يعني، ولكن على قد ما اقدر هديك نبذه عنه. اشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جديد. صباح الفل والسلام عليكم.